في قصه راجل صيني من اللي هم بيعملوا حاجه اسمها المديتيشن اللي هي التامل الداخلي. كان في شاب عايز يروح يتعلم منه، لما راح يتعلم منه راح لغايه الباب البيت والنمره لسه هيخبط، سمع ضوضاء جامده جدا وموسيقى عاليه جدا، فقال لك مش ممكن يكون ده المكان، وراح ماشي وخلالنا ماشي بعدها بنص ساعه بس هي دي النمره، رجع تاني نفس النمره، دوشه جامده جدا جوه، راح ماشي تاني من اول وجديد، وبعدين اخيرا رجع وهو راجع بيخبط، فطلع له هذا الراجل الصيني قال له انت عايز ايه؟ قال له انا جاي هنا عشان اتمرن على التامل. قال له هو ده المكان. قال له بس انا كنت متوقع ان المكان يكون هادي يكون رائع كده في السلام والهدوء الداخلي. قال له الكلام ده من زمان، تعالى انا احكي لك ايه اللي بيحصل. اول ما بدانا كنا عايزين المحيط الخارجي يمثلنا ويشغلنا ويكون يتناسب معانا، والا جوه نتعب. مع الوقت بنحط لك دوشه، مهما زادت الدوشه والضوضاء بتلغي كل العالم الخارجي وتركز فقط على العالم الداخلي. مهما كان راي الناس فيه، مهما حد يقول لك ان انت سلبي او ان انت ضعيف او انت فاشل، بتلغي هذا الراي تماما، لانه ما بيتكلمش المعجزات في المعجزات اللي عملها الله سبحانه وتعالى. يمكن بيتكلم سلوك واحد وسلوك من وجهه نظره، وهو وجهه نظره مبني على افكاره وعلى قدراته وعلى تجاربه وعلى ادراكه اللي ممكن لا يتناسب معها اطلاقا.